ولا مره نكرتي انه عملتي عمليه تجميل، مع انه اذا بدك عامليني كعباره عن غرفه عمليه تجميل نقاله وانك لا، ما هو لاقول لك شغله، هو المشكله يمكن بيشوفوا موضه انه كل الناس عم تساوي، بس انا بقول مو غلط. يعني اذا البنت العاديه عم تعمل يعني ما عندها لا طلع ولا على التي في وكذا، بتعمل تجميل وبتحسن بحالها، فشو المانع انه يعني شو المانع انه ممثله تعمل انه تحسن بالنهايه بحالها؟ والاكثر من هيك انا في عندي دائما بقول انه الضفدع بحياتها ما بتصير بجعه شو ما عملت بحالها. صح. فاذا الانسان ما له اساس شو ما عمل بحاله ما بيطلع حلو. وانا بالنسبه لي يعني انا كان عندي مشكله بانفي، انا بلعب جمباز كنت وقعت وصار في كذا كسر بانفي ومشكله، يعني مو بس موضوع يعني شكل، موضوع تنفس يعني كان عندي هي، وعملت اكثر من 6 عمليات اصلا يعني حتى قدرت اتنفس او يطلع شكل مزبوط، يعني كل مره يطلع عندي فوق شكل فكتير عانيت من هذا الموضوع. هلا بالنسبه لشيء ثاني، انا كتير بامن بموضوع الوقايه. يعني انا بتجي مثلا بيسالوني انت بتعملي بوتوكس؟ لا ما بعمل، لا بعمل بوتوكس لا لشيء يمنع ظهور التجاعيد اكثر بالمستقبل. ما بالنهايه كل الناس يعني ما حدا بيكون عمره 40 سنه وما بيطلعوا له تجاعيد، كلنا مثل بعض. ممكن واحد يتاخر سنه 3 سنين ما يبين كثير عليه، بس بالنهايه كلياتنا بنكبر. عم تحكي بالمستقبل. لا بس انا عم اقول انه انا هلا حتى هلا انا مثلا بعمل كل شيء وقائي، حتى يعني بروح عند الدكتور بساله انه شو لازم اعمل لشكلي. اذا انا بتطلب موضوع انه شيء يحسن لي شكلي فلا، لا مين بيمانع من شيء الاحسن. صح. عرفت شو؟ وبعدين شو العيب يعني انه بالتجميل ما كل العالم عم تعمل تجميل، يعني انا الوحيده عملت تجميل؟ اكيد لا.